عليكم، مرحبا بكم في قناتكم عالم صفاء بيه. في هذه الحلقة هذه غادي نشوفوا موضوع من المواضيع الأكثر إثارة للجدل في الفترة الأخيرة. هذا الموضوع هذا فين ما دخلت في مواقع التواصل الاجتماعي كنلقى ناس كيتساءلوا عليه. شنو هو؟ كيفاش داير؟ شكون اللي صدق ليها؟ شكون اللي ما صدق ليهاش؟ كيفاش نخدموه؟ وبزاف ديال التساؤلات. الموضوع هذا كيف ما والفتو في القناة فهو موضوع ديال قانون الجذب. ديجا انا حطيت فيديوهات قبل كنهضر عليه، ولكن اليوم حاولت انني نحط هذا الفيديو هذا اللي غيكون مفسر بطريقه اخرى، اللي كنتمنى ان اللي شاف هذا الفيديو هذا يبارطاجيه باش الناس كاملين يعرفوا شنو هو هذا القانون هذا، وما تبقاش بزاف ديال المغالطات وبزاف ديال الافكار خايبه على هذا القانون هذا. علاش؟ لان قانون الجذب هو واحد قانون كوني بحالو بحال جميع القوانين اللي خلقها الله سبحانه وتعالى باش تحكم الكون. يعني الله سبحانه وتعالى ما خلقش هذا الكون هذا عبثا، كل شيء بالقدره الالهيه طبعا، ولكن راه خلق معاه قوانين. هذه القوانين من بينها قانون الجاذبيه. ملي كنكونوا شادين شي حاجه وكنطلقوها من يدينا كتطيح في الارض. علاش؟ بسبب الجاذبيه. وهذه الجاذبيه هذه كاين قانون الجاذبيه اللي عنده معادلات وعنده بزاف ديال التفاسير علميه. وطبعا كنرجعوا تنشوفوا بان الله سبحانه وتعالى هو اللي بغى ان هذا القانون هذا يكون في الارض بحكمه الهيه. دار لنا هذا القانون او قانون الجاذبيه بحالو بحال مجموعه ديال القوانين اللي كتحكم الكون. قانون الجذب، علاش ذكرت قانون الجاذبيه؟ لان الجاذبيه اي حاجه طلقناها كتجرها الارض، كطيح في الارض كيف ما كانت كطيح في الارض. علاش؟ لان الارض عندها واحد الجاذبيه اللي كتجذب اي حاجه ليها، وبالفضل ديال هذه الجاذبيه حنا كنقدروا نوقفوا على الارض، كنقدروا نتمشاو وما الى ذلك. غادي نرجعوا للموضوع ديالنا الاساسي. الموضوع ديالنا الاساسي اللي هو قانون الجذب. شنو كنقصدوا بهذا القانون الجذب؟ هذا القانون هذا داروا الله سبحانه وتعالى باش حنا نطبقوه ونعيشوا مرتاحين. غادي تسولوني وتقولوا لي صفاء اش تخرقي؟ كيفاش غنعيشوا مرتاحين الا طبقنا قانون الجذب؟ وشنو هو هذا قانون الجذب؟ وعلاش حنا اصلا غادي نطبقوه؟ هنا غادي نقول لكم قانون الجذب هو قانون ديال الافكار. قانون ديال الافكار ديالنا، اي اننا فاش كنفكروا بطرق سلبيه كنشوفوا حياتنا الاشياء السلبيه. غتوقفوا لي وتقولوا لي اسمح لي يا صفاء واش كتخرقي؟ كلشي في يد الله سبحانه وتعالى، الرزاق هو الله وكلشي في يده سبحانه وتعالى. تنقولش العكس. غادي نقول لك لانني ما تنقولش العكس ديال هذا الشيء اللي غادي تقولوا لي انتم. الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو اللي مكتب لينا هذه الحياه هذه. اذا علاش انا غنطبق قانون الجذب؟ غادي نقول لك لان الله سبحانه وتعالى كيف ما خلق مجموعه من القوانين خلق لنا قانون الجذب باش نطبقوه ونعيشوا مرتاحين. كيفاش غنعيشوا مرتاحين؟ هادشي اللي غنقول لكم دابا. انا مثلا او انت او انتي، اي واحد فينا كيفكر بطريقه زوينه، اول حاجه كينفع راسو لان صحته النفسيه والجسديه والعقليه كتكون مزيانه. هذه وحده من المنافع ديال اننا نفكروا بشكل ايجابي بلا ما نهضروا على شنو ممكن يجذب لينا، نهضروا على الصحه ديالنا، المنافع ديالو على الصحه الجسديه النفسيه الفكريه والعقليه ديالنا. الله اكبر. يسالي الاذان ونكمل. من بعد ما سال الاذان غادي نكمل لكم. قلنا بان
هذا الشيء هذا غادي ينفع لينا. اول حاجه غينفعنا حنا الصحه ديالنا الجسديه النفسيه والعقليه، وهذا الشيء هذا غيكون عنده منافع اخرى على حياتنا. اول حاجه غيكون عندنا علاقات زوينه مع الناس، هذه وحده. غيكونوا عندنا علاقات زوينه مع الناس، غادي نكتسبوا ثقه في راسنا، لان ملي كنكونوا مرتاحين في حياتنا كنكونوا سايقين في راسنا. ثالث حاجه اننا كنعاونوا الكون اولا كنعطيو للكون طاقه ايجابيه. ملي كتكون كلك حيويه ونشاط، ديما الابتسامه، دائما نشيط رغم الصعوبات ديال الحياه، فهذا دليل على انك تايق في الله سبحانه وتعالى، وربي عمره ما غادي يخيبك. ثقوا بيا، عمر ربي حبيبي ما غادي يخيب الناس اللي تايقين فيه. هذا هو قانون الجد. كتثق في الله سبحانه وتعالى، نفس عميق، كتعيش حياتك بكل تفاؤل بكل فرح، تخلق السعاده لراسك. خلق لراسك السعاده وعيش مرتاح، غادي يجيب لحياتك السعاده، وغادي يجيب لحياتك الراحه، وغادي يجيب لحياتك كاع داكشي اللي انت باغي. علاش؟ غتكون عندك واحد النظره ايجابيه، غتعرف تختار مع من تعاشر، غتعرف تختار مع من تعامل، غتعرف تختار المشاريع اللي غادي تحط فيها راسك. كيف ما قلنا، ملي كتكون صحتك النفسيه مزيانه وكتكون مرتاح ومتصالح مع راسك، فهذا دليل على انك تايق في راسك. وسوف تمضي قدما بما تفاؤل، بما انا قادر ندير اي حاجه بغيت، انا قادر ندير اي حاجه بغيت. هذا هو قانون الجذب اخوتي واخواتاتي، انك تفكر بايجابيه غادي تجيك كل ما هو ايجابي، تفكر بالسلبيه غيجيك كل ما هو سلبي. هادشي اللي دار لينا الله، وقالها الله سبحانه وتعالى في حديثه القدسي، قلتها في الفيديوهات السابقه وغادي نعاود نقولها وغادي نعاود نذكر بها وكنأكد عليها. انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية أخرى إن ظن بي خيرا فله، إن ظن بي شرا فله. إذن علاش أنا غادي نكون متشائم؟ علاش أنا غادي نعيش واحد الحياة اللي أنا ما باغاهاش؟ لأن حنا كاملين ما مرتاحينش في حياتنا، كاملين ما نقولوش ما مرتاحينش في هذه العبارة، وإنما كل عندنا مشاكل، كل شيء عنده مشاكل. يكذب عليكم الكذاب اللي يقول لكم انا مرتاح بخير، ولكن كنشريو السعاده لراسنا، عايشين السعاده ديالنا. لان المشاكل الا بقينا تابعينها غنمرضوا، وإلا مرضنا غادي تلبسنا الطاقه السلبيه، ولا لبستنا الطاقه السلبيه ايوا فكها يا منو حلتيها، غادي نديرو نتفكو منها. صعيب تخرج راسك من الطاقه السلبيه، ولكن ماشي مستحيل. اذا النصيحه اللي غادي ننصحكم اخوتي واخواتاتي هي انكم خرجوا راسكم من السلبيات، خرجوا راسكم من التشاؤم. هذه اول حاجه غادي ديرها باش تبدا تخدم قانون الجذب في حياتك. ملي غتخرج راسك من السلبيات غتولي عايش حياه سعيده. عندي مشاكل، عايشه الفقر، عايشه ما عارفه شنو، مشاكل عائليه، مشاكل مع راسي، دابزه مع راسي. علاش ندابز مع راسي؟ هذا اول حاجه، بيني وبين راسي ما عندي حتى شي مشكل. علاش ندابز مع راسي اختي ولا خويا؟ نتصالح مع راسي اول حاجه غادي نديرها. سمحوا لي، نتصالح مع راسي اول حاجه غادي نديرها هي هذه، واقل حاجه غادي نديرها باش نعاون راسي على التقدم. ثاني حاجه تفاؤل. دائما غنرجع كلشي في يد الله سبحانه وتعالى. علاش انا غادي نمرض راسي؟ يلا علاش غنمرض راسي؟ ما نمرضش راسي، تلقاها تسرح، خليها في يد الله سبحانه وتعالى. انت اللي عليك فكر بطريقه ايجابيه، عيش حياتك وانت متفائل وعارف بان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو القادر على كل شيء. ولكن الله سبحانه وتعالى ما تيقولكش رضا بالدنيا، تيقول لك سعى يا عبدي وانا نعينك.
ثق في الله، الله هو الرزاق، ولكن ما نربعش يدي. نفكر بطريقه ايجابيه، ندير الاسباب ديال الرزق، وكون على يقين داكشي اللي درتيه في راسك وخططتي ليه بدون شك، كتفكر كتخطط، ربي غادي يدير لك الاسباب باش يوصلك لداكشي اللي بغيتي. ما يكونش عندك شك في راسك. رانا تنهضر على اليقين، والله العلي العظيم الا انا كنت في واحد الحاله ما كاين ما نقول لكم. ولاحظت الفرق مني بدلت الطريقه ديال التفكير، لاحظت فرق كبير. فهاد الشيء علاش عافاكم حاولوا انكم تفرقوا ما بين الشرك وما بين الحاجه اللي غتنفعكم في حياتكم ومع الله. انك ملي كتفائل راك كتعطي واحد الشعور زوين بانك تايق في الله سبحانه وتعالى، وربي عمره ما يخيبك. ثق في الله، هذا هو البرانسيپ ديال قانون الجد. ما تفكروش بزاف، ما تبقاوش تحلوا بزاف. كاين اللي تيقول الشرك عباد الله، فين هو الشرك في هذا الشيء؟ اذا حتى قانون الجاذبيه شرك، حتى الفيزياء والكيمياء وداكشي كامل اللي كيفسر الظواهر الكونيه حتى هو شرك؟ ابدا، حاشا. داروا لنا الله سبحانه وتعالى باش نتقدموا وباش نعيشوا حياه مرتاحه. كذلك قانون الجد بحاله بحال اي قانون من القوانين اللي خلقها الله في هذا الكون. هادشي اللي كاين اخوتي. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون خفيف على قلوبكم، انكم تكونوا استفدتوا. طبعا عطيوني الاراء ديالكم في التعليقات، ما تنساونيش من اللايكات. الا عجبكم المحتوى ديال القناه ما كرهت شيء، ديروا لي اللايكات وتشاركوا في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال الحلقات. في نهايه الفيديو قبل ما نسالي الفيديو بغيت اولا نعتذر لكم على الغياب الطويل اللي غبت عليكم في الوقيته ديال الصيف. كانوا عندي بزاف ديال الشغالات، بزاف ديال كان الدماغ شويه مربج، فما كنتش كنلقى الوقت باش نصور الفيديوهات. اخر فيديو اللي قبل هذا كان تمرين تطبيقي باش اننا نطبقوا قانون الجذب، لان هذاك التمرين واحد من التمارين اللي تعزز لنا الطاقه في الكون. عندنا واحد الطاقه كنخرجوها لهذا الكون هذا. كل ما كانت الطاقه زوينه وايجابيه بطبيعه الحال كنجيبوا لنا الشحنات الايجابيه وكنجيبوا لنا الاشياء الايجابيه بقدره الهيه، طبعا بقدره الله سبحانه وتعالى وبالتوفيق منه. فاحنا ملي كنكتبوا، هذه فقط نبدا على الفيديو اللي فات، فاحنا ملي كنبداو نكتبوا داكشي اللي بغينا عندنا حروف، وكل حرف عرفتي هذا العالم ديال الطاقه كبير وشاسع وعجيب. حتى من الحروف كل حرف بالمقابل ديالو كاين رقم، وهذا الرقم عنده طاقه وعنده ميساج كيعطيه للكون. فملي تنكتبوا داكشي اللي بغينا كنزيدوا نعززوا الطاقه ديالنا والرغبات ديالنا للكون. وصلنا اخوتي خواتاتي لنهايه الحلقه. طبعا ما كنسخاش من التصوير، ما كنسخاش من انني نهضر معكم. كنتمنى نلقاكم في حلقه مقبله في احسن حال وفي احسن الاحوال. كانت معكم اختكم صفاء بن كروم، ونتمنى لكم السعاده والهناء، كل حاجه زوينه ان شاء الله تشوفوها في حياتكم. تهلاو في راسكم، الى حلقه مقبله باذن الله. مع السلامه.